هوريكم النهاردة ازاي تعملوا الريموت اكسس كونفيجريشن على R1 مع وجود access list مرتبطة بالفي تي واي، علشان يبقى مش اي حد يعرف يدخل على الراوتر بمجرد ان هو معاه الباسورد او معاه اليوزر نيم والباسورد بتوع التلنت او بتوع ال SSH. يلا بينا. الاول هنحضر R1 يبقى ينفع اصلا اي حد يدخل عليه ريموت اكسس، يبقى في البداية اي حد هيدخل. هندخل كده عند R1 ونبتدي نعمل له simple telnet يعني configuration. لو انت حابب تعمله مثلا SSH او بتاع، اوكي انا هعمل له simple telnet. فهدخل هقول له enable secret كذا، وهدخل line VTY وهقول له password كذا وهقول له login. كده هو ready. والله انت عايز بقى تعمل SSH، عايز تعمل telnet بيوزر نيم وباسورد، اوكي. احنا هنا دلوقتي لو حبينا ندخل من اي حد تلنت على الراوتر هينفع. طب هو الراوتر ده الاي بي بتاعه كام؟ لو بصينا هنلاقي الراوتر ليه 3 اي بيات، تنفع تستخدم اي واحد فيهم. انا هستخدم مثلا اللي هو 10.1.1.1. هنجرب كده من اي حد في اي شبكة، ندخل من الرن وهنقول له تلنت على 10.1.1.1، هنلاقيه بيدخل. يبقى دلوقتي اي حد مسموح له ان طالما معاه الباسورد ان هو يدخل. تعالى جرب مثلا من PC2 اللي هو connected للراوتر ونقول له برضو telnet على 10.1.1.1. تمام. طيب لو جينا نجرب من الراجل اللي في النتورك 10.1.1 شخصيا، يعني عشان عايزة اوريكم برضو لما نخلص الكونفيجريشن ان ده نفسه انا ممكن امنعه مع انه في النتورك 10.1.1 اللي انا بعمل منها التلنت نفسها. فحاليا كل الناس طالما معاك كلمة السر بتعرف تدخل. احنا دلوقتي عايزين نعمل كنترول على التلنت اكسس عن طريق ال ACL. فخلينا نقول مثلا ان احنا بس عايزين نعمل permit للناس اللي في النتورك 200 وللناس اللي في النتورك 192. يبقوا دول بس اللي ينفع يدخلوا تلنت على الراوتر R1. طبعا يبقى ال ACL طالما احنا عايزين نكنترول R1 شخصيا، يبقى المفروض ان ال ACL دي بتتنفذ على R1 نفسه. وبما انها تبع التلنت كونكشن فهي خدوا بالكم عمرها ما بتتنفذ على الانترفيسز ابدا، لانك لو نفذتها على الانترفيس تبقى بتكنترول كل الداتا. احنا عايزين نكنترول بس التلنت داتا. فالمفروض ان الليست دي تتنفذ تحت ال VTY، ولازم تتنفذ في اتجاه ال N اللي هو داخل على الراوتر، اللي داخل عليا تلنت مش اللي خارج من الراوتر. مش الراوتر هو اللي بيعمل تلنت، لا الراوتر في ناس بتعمل عليه تلنت. فال incoming traffic بتاعت التلنت دي انا عايز اوقفها وعايز اسمعها. المهم ان انت بعد ما تنفذ اللاب ده المفروض ان كل البينجز السكسسفul اللي تحت دي تفضل سكسسفul زي ما هي. هنبدأ بقى ننفذ ال ACL دي على R1 وننفذها على ال VTY ونشوف النتيجة بتاعتها بعد ما نخلص. هندخل كده على R1 ونبتدي نعمل ال ACL. هنعمل ACL عادية سواء named أو numbered، وهنيجي نقول له IP access list. طالما قلت IP يبقى هي كده named access list، ونقول له إن هي standard list ونقول له اسمها. خليني مثلا أسميها VTY list. جميل. بعد كده هبتدي اقول له permit النتورك دي وpermit النتورك دي. عايز تعمل permit users معينين، عايز تعمل deny لناس معينة من جوه الشبكة، عادي جدا تقدر تعمل السيناريو اللي يعجبك. هقول permit ال 200.1.1.0 هي الماسك بتاعها /24، يبقى بقلبه عشان احنا هنا بنستخدم الوايلد كارد ماسك عشان نعبر عن الشبكة كلها. وكمان عايزين permit النتورك اللي هي 192.168.1.0 برضو الشبكة كلها. طبعا لو يوزر بتكتبوا له هوست او بتكتبوا له ماسك كله زيروز، انما انا دلوقتي بتكلم في الشبكتين دول بالذات. كده ال ACL دي في الهواء لسه ملهاش اي لازمة. المفروض ان ال ACL عشان تبقى ليها لازمة ننفذها تحت اللاين. فهنيجي كده نقول له line VTY وهنقول له access class، ده أمر تنفيذ أو تطبيق الأكسس ليست تحت ال VTY. هقول له access class
وهديله اسمها. يا ريت تاخدوه كوبي بيست عشان ما تتلخبطش، لانه الاسم لازم يبقى كده بالظبط بالظبط، ولازم كمان يبقى كيس سنسيتيف، يعني السمول سمول والكابيتال كابيتال، فخد بالك قوي. وتحدد الاتجاه بتاعك اللي هو اتجاه الان. نيجي بقى نجرب. الاول تطمن على البينج، هتلاقي ان كل البينج لسه سكسسفول زي ما هو، انت ما جيتش ناحيه البينج خالص ولا جيت ناحيه الداتا العاديه خالص، انت بتكنترول الفي تي واي، فانت ما نفذتش اي حاجه تحت الانترفيسز، فانت كده في التمام. نيجي بقى على التلنت. احنا من شويه كنا بنتلنت من كل الناس كانت بترد، المفروض الراجل 200 ده يفضل لسه بيرد لانه تبع 200 واحنا قايلين بيرميت ال 200. نجرب تاني كده دلوقتي هنلاقيه فل زي ما هو. برضو نفس الكلام هتلاقوه بالنسبة لل 192، فمش هنجربه تاني. انما من شوية لما جربنا بتاع الشبكة 10 كان بيرد عادي، كان بيفتح عادي. طب نجرب دلوقتي كده، هتلاقوا بيقولك على طول كده connection refused، يعني حاليا الكونكشن بتاعتك مرفوض انك تدخل، لانه دلوقتي انت مش تبع الناس اللي معمول لهم permit. والله عايز الراجل ده كمان يبقى permit، يبقى المفروض تزود له جملة في ال ACL بتاعتك. عشان تتفرج على ال ACL وتتأكد ان ال refused ده نتيجة ال ACL بتاعتك، فتعالى كده ادخل قول له show access lists، فهتلاقي ان الليستة بتاعتك موجودة، وفعلا الجمل اللي فيها بيحصل عليها matches، يعني هو مثلا عمل permit للنتورك 200 مرتين، يعني فعلا عمل في جاله داتا بتاع التلنت مرتين وحصل matching، وفعلا نفذ الجملة دي من ال ACL. جميل. الموضوع ممكن تجربوا فيه سيناريوز كتيرة جدا، جربوها وابعتولي وقولولي ايه الأخبار. والموضوع زي ما انتم شايفين لاب بسيط، وهتلاقوني عاملة فيديوز قبل كده عن الراوتينج وعن ال ACL بالنسبة للسنتكس بتاعهم، عشان لو انتوا حابين تنفذوا الشبكة دي من البداية. لو عايزين نعملها لكم من البداية خالص، نعمل لاب مع بعضينا كده من الأول خالص للآخر، اللاب ده من أوله لآخره، برضو قولولي في الكومنتس سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب، واعملوا برضو شير ولايك كتير عشان يوصل لكم مني كل جديد. شكرا ليكم. تابعوا الصفحة هتلاقوا عليها دلوقتي العرض بتاع الكورسات المسجلة بتاع رمضان.